عادت المغنية اللبنانية نانسي عجرم لاستفزاز المغاربة مجددا بعدما تجاهلت بشكل واضح تسلم العلم المغربي خلال حفلها الفني الذي أقيم مساء أمس الأحد على منصة النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين. وأثناء أداء نانسي عجرم لإحدى أغانيها وسط تفاعل الجمهور، تقدمت مقدمة الحفل فيريال الزيادي نحو المنصة حاملة العلم المغربي وباقة من الورود، كما جرت العادة مع جميع الفنانين المشاركين في المهرجان منذ انطلاقه، غير أن نانسي عجرم رفضت التفاعل معها وتجاهلتها تماما، مفضلة مواصلة الغناء وكأن شيئا لم يحدث. وانتظرت فريال الزيادي لدقائق فوق المنصة دون أي استجابة من المغنية اللبنانية قبل أن تعود إلى المنصة لاحقا لتسليمها باقة ورود فقط، وسط علامات استغراب بدت على بعض الحاضرين. ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ تعاملت نانسي عجرم ببرود أثناء منحها قميص المنتخب الوطني المغربي كهدية، وهو التقليد الذي أدرجه منظمو المهرجان هذه السنة احتفاء بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، حيث قابلت المغنية اللبنانية ذلك بتحفظ دون أي تفاعل أو تعليق بكلمة. وأعاد هذا التصرف إلى الأذهان ما وقع في نسخة سابقة من موازين، حين أثارت نانسي عجرم موجة غضب واسعة بعد رفضها تذوق الحليب والتمر، وهو تقليد مغربي يعبر عن حسن الاستقبال، ما جعل البعض يعتبر الأمر تراكما لسلوكيات غير ودية تجاه الثقافة المغربية من المغنية اللبنانية.